الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. جملة ما بين الحقيقة والخيال. سؤال بيطرح نفسه، هل فعلا نادي الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر في وجود النادي الأهلي؟ وهل من السهل ومن الطبيعي إن أنا أقول على نفسي أي شعار أو أي وصف أو أي جملة في أي وقت أنا حابه؟ خلينا قبل ما نتكلم في أي حاجة نقول إن الكورة في مصر أو الرياضة في مصر ما تنفعش بدون النادي الاهلي او نادي الزمالك. الاتنين دايما مربوطين ببعض، والاتنين ناديين كبار، الاتنين ناديين بيمثلوا مصر وبيشرفوها في المحافل الدولية والعالمية. فالكورة في مصر يعني اهلي وزمالك، لا ينفع من غير اهلي ولا ينفع من غير زمالك. يعني خلينا نقول انهم بس مش اكبر اتنين اندية في مصر، لا هم من اكبر الاندية في الوطن العربي وافريقيا. يعني بص كده على الاندية في الوطن العربي، كم الصفقات اللي بيعملوها وكم الاسماء اللي بقت موجودة عندهم في فرقهم، الا ان اسم النادي الاهلي او اسم نادي الزمالك لما بيرتبط جنب اي فريق تاني في اي مباراة، بنشوف المباراة دي الصيت بتاعها والبروباجندا اللي بتتعمل عليها بتكون معمولة ازاي، لمجرد ان الفريق اللي فيه لعيبة كبار، لعيبة جاية من الدوري الانجليزي وجايين من اوروبا، ولعيبة عمرنا ما كنا نحلم نشوفها في الوطن العربي، الا ان اللعيبة دي وجودها يعني وجود اسم الاهلي او الزمالك بيعمل ضجة اكبر من وجود اللعيبة دي. لما بنشوف ماتش الاهلي مثلا هيشارك فيه او الزمالك هيشارك فيه مع اي فرقة من الفرق العربية دول، فالاهلي والزمالك فرقتين كبار، فرقتين هم اساس المنطقة، هم الاتنين ما ينفعوش بدون بعض. كده انا قلت المقدمة الرايقة اللذيذة الجميلة اللي تبين لك قيمة الفرقتين. قبل ما نتكلم في اي حاجة خالص ندخل في الموضوع على طول. هجيب لك شعار من النادي الاهلي او شعار النادي الاهلي بيطلقه على نفسه، وهو الاهلي فوق الجميع. الشعار ده دايما بيتردد من جانب جمهور نادي الزمالك. لما تيجي دلوقتي تتكلم معاه مثلا على شعار الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، وان انت هنا مش بتقول شعار على نفسك، انت مش... طب يجي يقول لك طب ما الاهلي بيقول على نفسه فوق الجميع، يعني هو كده فوق الزمالك وفوق الاسماعيلي وفوق اي حاجه. هقول لك لا، النادي الاهلي بيطلق اللقب ده مش على حد ومش بيمس حد. النادي الاهلي بيطلق اللقب ده ان هو فوق الجميع. الجميع دول اللي هم مين؟ اللي هم ابنائه، لاعيبته، جهازه الفني، اي شخص منتمي للنادي الاهلي، ان مصلحة النادي الاهلي هي فوق كل الناس دي. وده فعلا بيطبق على ارض الواقع، ان مفيش حد بيقدر يتطاول على النادي الاهلي، مفيش حد بيقدر يلوي دراع النادي الاهلي، ولما حد بيفكر على طول بيخرج بره النادي الاهلي. فهنا ده شعار النادي الاهلي بيقولوا ومطبقه على نفسه، ملوش دعوه بحد ومش بيمس حد. انت بقى شايفه ان هو بيمسك؟ لا، الشعار ده النادي الاهلي فسره اكتر من مره ان هو على نفسه وعلى اولاده وابنائه ولاعيبته وكل منتمي للنادي الاهلي، ملوش علاقه باي حد. فهنا في شعار وبالفعل مطبق على ارض الواقع. واحنا الفتره دي بنشوف مثلا زي رمضان صبحي ابن النادي الاهلي اللي فكر في مره يلوي النادي الاهلي، دلوقتي كل عايز يرجع النادي الاهلي ولكن الباب مقفول. ونروح لشعار من نادي الزمالك كان اتطبق على نادي الزمالك من فتره، شفناه على السوشيال ميديا او جمهور نادي الزمالك بيتداولوا فيما بينهم، وهو ان نادي الزمالك او نادي الزمالك هو النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه في القرن العشرين. وده هنا كان شعار صحيح مليون في المية، شعار محدش يقدر يقول لك عليه تلت التلاته كام، شعار مظبوط. انت فعلا اكتر نادي توجت ببطولات افريقيه في القرن العشرين، حقك انك تقول على نفسك كده، وحق مشروع مليون في المية. محدش قدر يقول لك تلت التلاته كام، انت فعلا النادي الاكثر تتويج بالبطولات. هنا ده شعار مربوط بشيء رقمي، شيء بيقول لما حد يجي يقول لك انت ليه بتقول على نفسك كده وازاي بتقول على نفسك كده، تقول له ما انا فعلا فزت بكذا وكذا 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 ومفيش حد فاز اكتر مني بعدد البطولات دي. فهنا ده كان شعار تمام وسليم مليون في المية. يبقى اذا هنا الشعار لما بتطلقه على نفسك بيكون موجود الرد وبيكون موجود ليه الشعار ده انت عملته على نفسك. يبقى احنا لحد هنا خلينا متفقين ان الشعار مربوط باما شيء معنوي بيطبق على ارض الواقع او اما شيء رقمي موجود وثابت. طب انا لما اجي كنادي الزمالك اصحى بين يوم وليله كده والناس كلها تبدا تتكلم وكل المسؤولين عني يبداوا يتكلموا، فجاه نادي الزمالك هو اكبر قلعه رياضيه في مصر، هنطبع على التيشيرتات، هيبقى الشعار الرسمي للفريق، عايزين الكل يتداول، عايزين مش عارف ايه. طيب تمام جدا، انت يا سيدي اكبر قلعه رياضيه في مصر. هيجي حد ما يعرفش في الكوره، حد مالوش في الكوره، حد من بره الليله خالص مالوش ما يعرفش حاجه عن الكوره، هيسالك مجرد سؤال صغير، انت ليه اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ او انت ليه قلت على نفسك اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ ليه نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ ليه مش الاسماعيلي؟ ليه مش الاتحاد؟ ليه مش سموحه؟ ليه مش اي نادي تاني؟ ليه؟ اول حاجه لما حد يسمع الشعار ده، اول سؤال هيساله هيفكر ان نادي الزمالك هو النادي الاكثر جماهيريه في مصر،
فهيقول لك إيه، انت النادي الاكتر جماهير في مصر او النادي المعروف اكتر في مصر او ليك جماهير اكبر في مصر؟ الاجابه يعني قطعا لا، وده طبقا لاحصائيات، مش انا اللي هقول يعني. طيب يا سيدي، ممكن نمشي معاك ان انت اكتر جماهيريه في مصر وان جماهيرك اكتر في مصر، تمام. هل انت النادي الاكتر حصول على البطولات المحليه؟ برضو لا، ودي هنا ارقام ما فيهاش جدال. طب ممكن نقول انت النادي الاكتر تتويج بالبطولات القاريه من مصر، ودي ممكن تكون اقوى من البطولات المحليه، وانت خلينا نتغاضى عن انك مش الاعلى في بلدك او في البطولات المحليه؟ برضو الاجابه لا. طب يبقى ممكن بقى انت قصدك بشعار اكبر قلعه رياضيه في مصر ده يعني اكيد انت يعني قلعه ومش عارف ايه، فانت هنا قصدك بقى مباني ومنشآت وانك موجود في كل المحافظات وليك في كل حته فرع واثنين وثلاثه؟ برضو الاجابه لا. يبقى كده مفيش غير حاجه واحده، ان انت النادي اللي اتاسس قبل النادي الاهلي، او انت اقدم من النادي الاهلي، عشان كده انت بتقول على نفسك اكبر قلعه رياضيه لانك مثلا تاريخ تاسيسك من قبل النادي الاهلي. برضو الاجابه لا. يعني انت لا اكتر جماهيريه ولا اكتر بطولات محليه ولا اكتر بطولات قاريه ولا اكتر فروع ومنشآت على ارض الواقع، امال بناء على ايه انت اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ الخلاصه ده مجرد شعار مكايده، شعار ملوش وجود على ارض الواقع، زي ما قلنا واتفقنا في بدايه الحلقه ان الشعار اما شيء معنوي ملموس بيطبق على ارض الواقع، واما شيء رقمي موجود ثابت مفيش لعب فيه. جبنا شعار معنوي للنادي الاهلي ووضحناه، جبنا شعار لنادي الزمالك رقمي وموجود ومحدش يقدر يغلطه. فان انت تيجي تطلق على نفسك شعار زي ده، هنا انت انا اسف بتستخف بعقول جمهورك الكبير. جمهور نادي الزمالك كبير وعريق وموجود في كل مكان في مصر وبره مصر، ما بنقللش من جمهور الزمالك، لا جمهور الزمالك جمهور كبير جدا جدا جدا. تاني اكبر جمهور بعد النادي الاهلي زي ما قلنا طبقا للاحصائيات، جمهور النادي الاهلي اكبر. فان انت تكون تاني اكبر قاعده جماهيريه في مصر وتطلع تستخف بعقول الجمهور ده وتقول لهم قولوا على نفسكم كذا وكذا وكذا، هنا لا. هنا لا، انت كده جمهورك الكبير جمهورك العظيم ده ما يستحقش منك انك تستخف بعقله بالشكل ده وتطلع توهمه بشعار مش موجود. بس كده انا خلصت اللي عندي، هستنى منكم رايكم في الكومنتات على قصة الشعار ده، وهل الشعار ده فعلا ينفع يطلق على نادي الزمالك ولا لا، ومين الحق بالشعار ده. انا هنا مش طالع اقول ان النادي الاهلي هو اكبر قلعه رياضيه في مصر، النادي الاهلي عنده من الشعارات ما يكفيه وعنده من الجمل ما يكفيه، كذلك نادي الزمالك عنده من الشعارات ما يكفيه وعنده من الجمل ما يكفيه. بس الطبيعي ان كل واحد بيطلق على نفسه الجمل والشعارات اللي تليق بيه، اللي موجوده فعلا، اللي ما تضحكش الناس عليه، اللي ما يستخفش بيها بعقول جماهيره. وجماهير نادي الزمالك كبيره وعريقه ما تستحقش ده ابدا. حلقتنا لحد هنا بتكون خلصت، كنت معاكم احمد حبيبه، سلام.